الطاقة الحمراء لا تخص الملاعب. شوف الملاعب كم هي جميلة، خلينا نزيد نتمتعوا بهذه الملاعب وهذه الصور، هذه التحفة المتواجدة في قلب المغرب الشقيق. تقريبا كل إفريقيا لم تكن، وفي الشرق الأوسط لم تكن تملك ملاعب مثل هذه. هذا ملعب مولاي عبد الله، حتى في أوروبا الشرقية ما كانش عندهم ملاعب. هذا هو جمالية هذا الملعب الرائع الذي أيضا تم ترميمه. هذا الملعب الجميل وهذه الملاعب الجميلة. لما شوف اماميا ما عادش تقارنها بالمغرب، خاطر بالميكرو هربوا بينا هروب. مانيش نقارن انا. هو يقارن عبد الستار قارن، انا والله لا قارنت، وريتك الفيديو انا عبد الستار امبوسيبل ما تتقارنش. قول له ما عادش قارن. عام 2014 لعبت في المغرب، انا لعبت في الرجاء، وشوف الملاعب اللي عندهم عام 2014، وشوف انت الاكاديميه اللي عندهم تاع محمد السادس، حاجه راه من وراء الخيال، راه حاجه راه معناتها حتى في اوروبا ما عندهم عندهم الملاعب، عندهم المتاحف، عندهم الاكاديميه تاع محمد السادس، عندهم السياحه، عندهم سياحه. دونك معناتها هربوا بينا هروب الحقيقه. اعطينا الملاعب داخل الملاعب، خاصه شاهدوا الارضيات. هذه ارضيه ملعب مولاي عبد الله. رسالتي لهم ان يحافظوا على هذا الصرح، على هذا المعلم، وعلى هذه الملاعب العالميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في متابعه جديده لاخر مستجدات الملاعب المغربيه، وهذه المره من العاصمه الرباط، حيث يقترب ملعب البريد وملعب مولاي الحسن من خط النهاية ليكونا جاهزان لاحتضان مباريات كأس إفريقيا للأمم سنة 2025. والبداية من ملعب البريد، حيث انطلقت رسمياً عملية تثبيت العشب الطبيعي بعد أن جهزت الأرضية بالكامل عبر أنظمة الصرف وقنوات الري وطبقات الرمال والسماد العضوي. دخل الملعب المرحلة التي ينتظرها الجميع، فرش المستطيل الأخضر. الفرق التقنية شرعت في بسط الرولات واحدة تلو الأخرى بعناية كبيرة، مستخدمة الآليات الحديثة كالجرارات والشاحنات الخاصة. ومع كل متر يغطى بالعشب يقترب الملعب من صورته النهائية التي ستمنحه الحيوية والجمال. هذه العملية لن تستغرق وقتا طويلا، ما يعني أننا قريبون جدا من رؤية الأرضية في حلتها الخضراء الكاملة. ننتقل الآن إلى السقف، حيث دخلت الأشغال فيه مرحلة حاسمة، إذ تم بالفعل تركيب أول قطعة من القماش العصري فوق مساحة صغيرة. المشهد الأولي كان رائعاً، وأعطى انطباعاً واضحاً عن الشكل النهائي للسقف الذي سيجمع بين الجمالية والطابع العصري. التجربة الأولى كانت ناجحة، ومع مرور الأيام ستتواصل عملية تغليف السقف بوتيرة أسرع حتى يغطى بالكامل. ولا يقتصر الأمر على الأرضية والسقف فقط، بل تشمل التطورات أيضاً المرافق الداخلية والخارجية. المقاعد في المدرجات يجري تجهيزها وتركيبها تدريجياً. الممرات والفضاءات الموازية تشهد لمسات نهائية تضمن سهولة الحركة والتنظيم. الأعمال الخارجية متواصلة على مستوى المداخل والمخارج ومحيط الملعب لتأمين انسيابية تنقل الجماهير يوم المباريات. هذه الخطوات كلها تؤكد أننا دخلنا فعلا المرحلة النهائية من الأشغال، فكل تطور جديد يعطينا مؤشرا واضحا أن لحظة الافتتاح الرسمي باتت وشيكة، وأن العاصمة الرباط على موعد مع تحفة رياضية جديدة تضاف إلى رصيدها. إن ما نشهده اليوم في ملعب البريد ليس مجرد ورشة عادية، بل هو جزء من مشروع وطني ضخم يهدف إلى تجهيز المغرب بأحدث الملاعب القارية استعدادا لاستضافة حدث تاريخي بحجم كأس إفريقيا للأمم 2025 ثم كأس العالم سنة 2030. وبذلك نستطيع القول إن ملعب البريد يسير بخطوات ثابتة نحو الجاهزية النهائية. أرضية تكسى بالعشب الطبيعي، وسقف عصري يتغلف بالقماش، ومرافق تكتمل شيئا فشيئا لتتشكل أمام أعيننا صورة ملعب حديث بمعايير دولية. أما ملعب مولاي الحسن بالعاصمة الرباط يشهد في هذه الفترة تطورات متسارعة تجعله يقترب أكثر فأكثر من جاهزيته الكاملة لاحتضان منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025. الأشغال في أرضية الملعب تتقدم بشكل واضح، حيث بدأ المستطيل الأخضر يستعيد نضارته تدريجيا بفضل عمليات الري والعناية المستمرة بالعشب، مما يمنح إشارة إيجابية حول جودة الميدان في المستقبل القريب. أما على مستوى التسقيف فقد دخل المشروع مرحلة دقيقة من الإنجاز، حيث تتواصل أعمال تركيب الهياكل المعدنية وتجهيز الواجهات لتمنح الملعب لمسة عصرية وحديثة تجعل منه فضاء يليق بحدث قاري كبير. وفي محيط الملعب تتواصل أعمال التهيئة الخارجية من تعبيد الطرق والممرات وتخصيص منافذ جديدة لدخول الجماهير.
بالإضافة إلى تجهيز ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس حرص القائمين على أن يكون الملعب في مستوى المعايير الدولية. كما تعرف المنشآت المرافقة مثل المدرجات، السلالم والممرات الداخلية عمليات إتمام وتلميع أخيرة قبل دخولها مرحلة الجاهزية التامة، وهو ما يوضح أن المشروع بات أقرب من أي وقت مضى إلى خط النهاية. وبذلك يمكن القول إن ملعب مولاي الحسن يشق طريقه بثبات ليصبح واحدا من الملاعب المغربية الحديثة، وليؤكد مرة أخرى قدرة المغرب على الإعداد الجيد لعرس كروي إفريقي سيجذب أنظار العالم. إذن أصدقائي، هذه كانت آخر الأخبار من داخل ملعب البريد وملعب مولاي الحسن بالرباط، وكل المؤشرات تدل على أن الافتتاح الرسمي أصبح قريبا جدا. شاركونا آراءكم حول هذه التطورات، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. نلتقي في الفيديو القادم مع متابعة لملاعب أخرى من المغرب. إلى اللقاء.